بلا شك شكون فينا اللي ما شافش هاد الاحتجاجات اللي في الشوارع والقرى المغربية واللي كيقودها خيرة بناتنا وولادنا كيطالبوا فيها بحقوقنا حنا المغاربة كاملين، واللي هي مشروعة بحال التعليم، الصحة والقضاء. وهذا الشيء ماشي وليد اللحظة، بل هو نتيجة إخفاق الحكومة وسياسة الدولة ككل كمؤسسات في تسيير الشأن الداخلي وكيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي في ظل التضخم الناتج عن ركود اقتصادي عالمي بسبب جائحة كورونا من جهة، والحروب اللي كيعرفها العالم من جهة تانية، بحال الحرب اللي كاينه دابا ما بين روسيا واوكرانيا، والحرب اللي كاينه ما بين فلسطين مع اسرائيل من جهة تانية. وزيد عليها تشرد عدد كبير من الاسر والعائلات المغربية عن طريق هدم المنازل فوق الرؤوس ديالهم من اجل توسيع الطرقات او بناء الاوتيلات والملاعب الخاصة باستضافة كأس افريقيا وكأس العالم. الحدثين الاخيرين عندهم حصة الاسد في هذا الشيء اللي وصلنا ليه من تضخم اقتصادي داخلي، واللي غادي تستافد منه غير الطبقة البرجوازية اللي محتكراه ومحتكرة الثروة في المغرب. أما الطبقة المتوسطة والفقيرة ضرات بشكل كبير وخرجت للشارع تحت اسم حركة زيد. احتجاجات مشروعة ومعقولة وما كتخرجش للنص، لكن الدولة وللأسف الشديد عوض الاستماع للشباب وتاخذ بيديهم وتعطي حلول واقعية لهذه الأزمة، خرجت بنفس الشكل اللي خرجت به مع حركة 20 فبراير ومع جميع الحركات اللي كانت قبل واللي كيطالبوا فيها الشباب بالحقوق. للأسف نفس الطريقة كتتابعها الدولة، طريقة القمع، طريقة الزرواطة والاعتقالات في صفوف المتظاهرين بحال اللي شفنا في المدن المغربية، وفي صفوف النساء والشباب واليافعين. وللأسف الشديد هادشي ما غاديش يدينا إلا للهاوية. والحصول حنا كنا مطالبين بأننا نطالبوا بحقوقنا المشروعة اللي هي الحق في الصحة والتعليم والقضاء، قبل المطالبة والتفاخر ببناء الملاعب لاستضافة المونديال. هاد الملاعب اللي غادي يبقاو يخلصوا فيها أحفادنا. ديما مغرب، الصحة، التعليم، القضاء أولا.